في الغالب انتوا شفتوا الفيديو ده امبارح على السوشيال ميديا، بس مش مهم الفيديو، المهم البنت اللي في الفيديو دي اسمها ابتهال، وهي موظفه في شركه مايكروسوفت. وامبارح خلال كلمه رئيس الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت في احتفاليه التاسيس بتاعه الشركه قطعته وطلعت قالت الكلام ده. You care about using AI for good, but Microsoft sells AI weapons to the Israeli military. 50,000 people have died, and Microsoft powers this genocide in our region. Thank you for your protest. I hear you. You're Syrian family know about this, Mustafa. I hear your protest. Thank you. Shame on you. You are a war profiteer. طبعا الامن ما خلاهاش تكمل وطردها بره القاعه، والموضوع ما وقفش لحد هنا، لانها بعد ما خرجت بعتت ايميلات لمئات الموظفين في الشركه قالت لهم ان هي شغاله في الشركه دي بقالها 3 سنين ونص، وقررت تتكلم لما عرفت ان شركه مايكروسوفت بتساعد الجيش الاسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين، وان اي حد بيعترض او بيسال في الموضوع بيتم قمعه او طرده من الشركه. ابتهال كمان قالت ان خدمات الذكاء الاصطناعي اللي بتقدمها مايكروسوفت للجيش الاسرائيلي بتساعدهم في تحليل البيانات وتحديد الاهداف العسكريه في حربهم الاخيره. وعموما الاحتفاليه كلها ما مرتش بسلام، في موظفه تانية طلعت وبرده قطعت الكلام وقالت نفس الكلام اللي قالته ابتهال. ده غير ان بره كان في وقفه احتجاجيه ما بين موظفين سابقين وحاليين في مايكروسوفت بينددوا وبيطالبوا بنفس الحاجات.